بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديوهاتنا. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض السمك السنجاري. انا نضفته وغسلته وحطيت عليه الملح، وده غسل من الملح وبقى زي الفل اهو. السمك ما يتنقعش في ميه عشان الزفره. غسلته زي الفل. هنعمل بقى مع بعض سمك سنجاري. هنعمل ايه؟ هنفرش في الصينيه كده. انا حاطه فيها زيت وولعت عليها، فتحه عليها النار تحتها اهو، بس بالراحه يعني اهو كده. هنفرش كده طبقه بصل اهي. طبعا انا محضره بس عشان ايه وقت الفيديو كده. كل اللي موجود عندك حطيه اهو، وجزر برضو. شكل الصينيه كده اهي. بس طبعا السمك السنجاري ده بيعتمد على الليمون. بنحط فيه ليمون كتير طبعا، وبنحط توم. ده الفرشه بتاعت الصينيه دي بتاعت السمك غير اللي احنا هنحطها في قلب السمك. تمام. وشرايح برضو ليمون اهو. برضو وش جزر والفلفل الالوان كده بنوزعه في الصينيه. خلصنا كده هنعمل ايه؟ ما عادش. رجعنا تاني بقى نحشي السمك. بعد ما رصينا السمك كده هنحشيه اهو. طبعا الخلطه دي انا توم وفلفل الوان برضو وملح وبصل وكله محبوس في بعضه كده عشان، وملح وجميع البهارات. واتبل بقى كده بالسمك احشي كده حلو اهو. بعد ما احشيه كده احط بقى طماطم كده كده، طماطم هنا، طماطم هنا، يعني كل المنظر بس كده اهو، لان ده سنجاري انا مش عايزه اعمله بطماطم. بعدين هنعمل ايه؟ عندي فصوص توم اهو، ارميها فيه حواليه كده حوالين الصينيه وفي قلبه، لان التوم السنجاري هو اساس السنجاري. التوم بيديله نكهه حلوه كده وحلو قوي الريحه بتاعته. اعمل ايه؟ عندي حبه بهارات اهو، هرش بسيط كده لان انا مملحه اصلا البهارات دي، بس انا هحاول احط في قلب الصينيه من تحت على الخضار. انا مرضاش احط فيه ليه؟ علشان ما يتبلش، لان طبعا الخلطه دي بالملح وكده كده يبقى كله كده شارب من بعضه اهو. السمك ده بقى التاني ده هنقليه، لكن دول اللي هيتعملوا سنجاري، لان الشبار ما ينفعش يتعمل سنجاري، لان في ناس عايزين مالي وفي ناس عايزين سنجاري اهو، عشان الكل ايه يبقى مبسوط يعني. بعد ما بنخلص كده بنجيب بقى الزيت بتاعنا كده وبنحط شويه كده بسيطه اهو وبس. خلاص دي الصينيه بتاعتنا جهزت اهي، هندخلها الفرن بقى. وكده يا جماعه الصينيه بتاعتنا خلصت، واقول لكم بقى الف هنا وشفا، ويا ريت تعجبكم الوصفه بتاعتي. مع السلامه في فيديو جديد.